بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الواحد بيود يشكر القائمين على قناة المقرن لإتاحتهم لنا الفرصة دي لنطل على الشعب السوداني ومن وراءه إن شاء الله للأمة العربية والإسلامية. الإخوة القائمين على هذه القناة يعني لابد من شكرهم، لأنهم ضحوا تضحية كبيرة بمال وبوقتهم وبجهدهم، ومحاولين يعطوا فرصة ولأول مرة تقريبا، ونرجو لها كل نجاح، أن يكون في صوت لمن لا صوت له. نحن في السودان عانينا كثير من التهميش من حيث الفرص أو التنمية أو اعتبار الثقافة المحلية لكثير من أجزاء السودان. قضية التهميش كانت قضية أساسية، فالمرجو الواحد بيتوقعه من القناة أن تكون فيها فرصة لتعكس التنوع اللي بيميز السودان بصورة واضحة، وأن تركز على قيمة التنوع في تقوية السودان كوحدة واحدة. لأنه نحن عندنا أنه لما الناس رفضوا استيعاب الآخر وإعطاء الفرصة لأطراف السودان لتعبر عن نفسها وتجد نفسها في الحكومة المركزية، أدت إلى الحروب وأدت إلى انشطار السودان زي ما كلنا بنعرف. فبنرجو أنه قناة المقرن تدي فرصة لمن لا صوت له زي ما قلت، وتدي للمهمشين فرصة في التعبير عن نفسهم، وللأفكار المهمشة أن تجد مكانة في ساحة الحوار. فما أحب أن أطيل، ونتمنى لقناة المقرن كل توفيق وكل تقدم، وأن تقدم نموذج يحتذى إن شاء الله. ما يمكن أن يقال عن هذه الحكومة يقال عن الحكومات السبقت، من حكومات عهد الأخوان المسلمين اللي بدأت في 89، أنها هي حكومة جات بانقلاب عسكري قتلت الديمقراطية في السودان. والأخوان المسلمين اللي خططوا ونفذوا لهذا الانقلاب العجيب جاءوا من داخل البرلمان، ليس لهم حجة، يعني لم يكن لهم صوت، كانوا أغلبية، وكانوا مش أغلبية، كان المعارضة، يعني زعيم المعارضة كان أخو مسلم. فهم جاءوا لهذه الحكومة بانقلاب عسكري من داخل البرلمان. من يومها ليس للأخوان المسلمين فكر وليس لهم تخطيط، إنما كان تخبط، واتجه طوالي لقمع الشعب بوسائل الشعب ما عاهدها قبل كده، وأدت لانشقاقات كثيرة وسط الشعب السوداني، وأدت إلى قيام حركات مسلحة. بقت النظام بعد ذاك بيساوم التنظيمات لما تتعب من النضال ليرشي بعضها بالمناصب. فكانت بتكون في معاهدات، بتكون في اتفاقيات، وتنقض مباشرة بعد توقيعها. السياسيين السودانيين المختلفين والحركات المسلحة عندها تجارب، يعني مثلا النظام ده فاوض قرن ولم يوفي بشروطه مع قرن، فاوض لامكول لم يوفي بشروطه مع لامكول، فاوض رياك مشار لم يوفي بشروطه معه، ساوم واتفق مع مني أركوي ولم يفي بذلك بشروطه وباتفاقه معهم. استمر مع كل الأحزاب تقريبا، بيتفق وينقض اتفاقه في اليوم الثاني. العجيب في الموضوع ده أنه هذه التنظيمات وهذه الأحزاب لا تتوب، وبترجع لنفس المحل اللي كانت فيها لتدخل في اتفاق هو لن يطبق. فهم الأخوان المسلمين فكرتهم وكل تخطيطهم موجود، بيفتحوا بعض المناصب الهامشية للمعارضة اللي استوعبوها لترعى مصالحها الشخصية، لأنه ليس للشعب السوداني مصلحة في مثل هذه الحكومة اللي ظهرت. ما في تغيير في فكر الأخوان المسلمين، ما في تغيير في سير الحكومة، ما في رعاية للحريات، ما في تغنين للديمقراطية. وهم بعد ده قبلوا أن يدخلوا في هذا النظام، وبعضهم حيبتدي يتذمر من بكرة، لأنه النظام حتى الشيء المكتوب ما حيفي به. ولذلك هي إعادة تجربة الشعب بيتعلم منها أنه هذه الأحزاب اللي بتتفق مع الأخوان المسلمين
غير جادة في حل مشاكل السودان، لكن كنا دايرين أن الموضوع ده يتم بدون ما يكلف، لكن واضح أن التكلفة كانت عالية جدا جدا. ما في شك أن الاتفاق على الديمقراطية، لأنه ليس في فكر الأخوان المسلمين ديمقراطية، ليس في فكر الأخوان المسلمين وليس في أدبياتهم مساحة للديمقراطية، وبيفتكروا الديمقراطية يعني في الكلام عن شبهات حول الإسلام في كتب الأخوان المسلمين، أو كلام سيد قطب حيثما جاءت الدعوة، أو كلام حسن البنا أو المودودي، الديمقراطية كفر واستعمالها جزء من الكفر، ولذلك هي التفاف عليها. وواضح إذا كان عمر البشير الحين بحكم ما يعادل 27 سنة وعنده لسه 3 سنين تقريبا 30 سنة، لم يجد حتى من جملة أخوانه شخص يتبادل معه السلطة سلميا، ما بالك بالمعارضين له. إذا كان أنت لم تسمح بأن يبادلوك إخوانك الكرسي، من باب أولى ما بتدي فرصة للآخرين. وأنا أستغرب أنه شخص جالس في الكرسي 30 سنة ثم يتحدث عن الديمقراطية، وجاب انقلاب عسكري ويتكلم عن الديمقراطية. فلكن هذه السياسة في السودان، والشعب يبدو لسه نحن ما تعلمنا من التجارب، ولذلك بنكرر في نفس التجارب دي. نفس الناس اللي اتفقوا مع النظام ده وخرق عليهم الاتفاق، مبارك الفاضل نموذج، اتفق مع النظام وبقى مساعد لرئيس الجمهورية ثم خرج وعاد ثاني ولم يتغير شيء، وستكون بس مسألة الزمن ليكتشف أنه لم يتغير شيء. الأستاذ محمود من بداية عام 45 قيام الحزب الجمهوري كان قال أنه السودان في الوقت ذاك كان مستعمر بواسطة الإنجليز والمصريين مع بعض، ونظر وجد أن الأحزاب بتفاوض في المستعمر. كانت الأحزاب الاتحادية بتمشي القاهرة وبتجلس في الفنادق وبتناقش في الشخص في الحكومة المستعمرانة عشان تحررنا. فقال اتجاهه من البداية، قال أنه واضح أنه عنده في فراغ في الحماس في مواجهة الاستعمار، وأنه السياسيين يجب أن يتجهوا للشعب لتوعيته ولتحريكه وتحميسه ليعمل عمل متصل ومواجهة مباشرة مع الاستعمار. وهو مشى في الاتجاه ده، وقال في فراغ للحماس. الشيء الثاني في فراغ في المذهبية، ليس للناس الذين تقدموا مسيرة الشعب فكرة واضحة عن التغيير بيتم كيف، لا في الناحية الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية. والوقت ذاك مؤتمر الخريجين بدأ كمهتم بالتعليم مهتم بالثقافة والأدب، لكن بدأت فيه حركة سياسية. الاستعمار رفض التعامل مع الخريجين وقال أنه التعامل يكون مع زعماء العشائر ورؤساء الطوائف الدينية. فكثير من المثقفين والخريجين اتجهوا للتأييد الجاهز وانقسموا بين حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي. الجمهوريين ورا الأستاذ محمود مشوا في استخراج المنشورات والخطب في الأسواق والأماكن العامة، وده نتج عنه سجن الأستاذ محمود المرة الأولى لمدة 50 يوم وأطلق سراحه، وكان التبادل البرقيات في أنه ما دارين يخلقوا منه بطل. مشى في حادثة معروفة في رفاعة، طلع قانون بيحرم أو بيجرم الخفاض الفرعوني. الأستاذ محمود ناهضه وقال نحن ضد الخفاض الفرعوني، لكن ضد استعمال الإنجليز لهذه العادة الاجتماعية اللي بتروح بالتربية بتزول بالتربية وليس بالقانون، وليس للإنجليز أي قدم في تقديم خدمة للنساء ليخرجوا من الجهل ده والمجتمع السوداني. ولذلك الإنجليز بيستعملوا الموضوع بتاع الخفاض الفرعوني ليشينوا سمعة السودان في الخارج ويبرروا استمرارهم. الحادثة دي نتج عنها أن الأستاذ محمود سجن عامين، وكان قال أنا شعرت بأني حين استقر بي المقام في السجن أني قد جئت على قدر من ربي فخلوت إليه. وبدأ في الصيام والقيام وفق المنهاج النبوي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من السجن بعد عامين وقال بدأت تتضح في ذهنه معالم التغيير. قبيلك كان في فراغ الحماس ملاه بالعمل المتصل في مواجهة الإنجليز والمصريين، وبقى في فراغ المذهبية، وشعر بأنه بدأت تتضح عنده معالم التغيير، ولكن عليه أن يواصل خلوته. فاستمر في خلوة 3 سنين أخرى في رفاعة، وخرج من الخلوة دي بفكرة تطوير التشريع الإسلامي، أنه عشان يبعث الدين أول حاجة لن يكون هناك حل
أو تغيير إلا إذا بعث الإسلام من جديد. يعني القاعدة الأساسية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما في فرصة لتغيير النفس إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفق كلام الأستاذ محمود. وكتب في الموضوع ده وقال لم تعد الطرق ولا الملل إلا طريق محمد، خطاب إلى الناس عامة والمسلمين خاصة، وأصحاب الطرق والمتطرقين بصورة أخص. لم تعد الطرق ولا الملل إلا طريق محمد، لأنه طريق المحبة الخصبة الخلاقة. فده كان الشيء طرحه جديد لملء فراغ المذهبية من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لابد عشان الناس تعبد وفق المنهاج النبوي لابد من تنظيم المجتمع، فبرضه طرح الديمقراطية والاشتراكية والمساواة الاجتماعية لتنظيم المجتمع، وده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المستوى ده وطرح تفريق بين السنة والشريعة، وده تفريق ضروري جدا جدا. ممكن في الحلقة دي الواحد يدي فيه تفصيل بسيط، وفي الحلقات الأخرى يكون فيه توسيع. لكن ليبعث الإسلام من جديد لابد من فهم للقرآن جديد، والفهم للقرآن بيتم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم برضه، لأنه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. فيبقى من الفهم ده أنت عشان تحل مشاكل الناس لابد تقدم لهم أداة التغيير. لأنه نحن مثلا جربنا أنه في حكومة أكتوبر قامت ضد نظام عبود، اتفقنا على الفساد النظام، لكن ما اتفقنا على بديله، على صلاح مكان الفساد. فمشينا بعد أكتوبر ورجعت الأحزاب ومشت في فساد القديم، جانا نظام نميري. نظام نميري قمنا عليه وغيرنا في أبريل، اتفقنا على فساده ولم نجتمع على بديل، فانتهينا إلى حكومة الجبهة. الآن إذا كانت الحركات المسلحة والأحزاب لم تطرح لنا بديلا فكريا للتغيير، ولذلك احنا بنفتكر أنه التجارب تعيد الناس لأنه يفكروا في أنه لابد من أنه يكون عندنا منهجية واضحة وحلول واضحة نطرحها بإزاء ما هو مطروح، والناس تجتمع عليها وتنفذها عشان نخرج من الدوامة دي بتاعت نظام عسكري قمنا ضده في ثورة، رجعنا تاني لنظام عسكري لنقوم ضده تاني في ثورة، ونخش في الحلقة المفرغة دي. ولذلك احنا بنفتكر أنه الآن الأوان في تقديرنا أنه الناس يدوا وقفة ليفكروا فيما طرحه اليوم الأستاذ محمود، لأنه في مسألة برضو تاني ملحة، أن نظام الأخوان المسلمين استغل الدين استغلال سيء للغاية، ونتيجة استغلاله يعني قدم صورة رجعت بالسودان وشبيهات رجعت بالعالم كله. يعني نظام الأخوان المسلمين اللي هو احنا بنفتكر أنه من تحت عباءته طلعت داعش وطلعت القاعدة وطلعت بوكو حرام والشباب وكل هذه التنظيمات المتهوسة طلعت من تحت عباءة الأخوان المسلمين. كل هذا التنظير طالع من كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، نفس الفهم المتخلف للدين اللي قاد لانشطار السودان، لأنهم هم بيفتكروا أنه أبناء الوطن الواحد في جنوب السودان كفراء ووثنيين وخلاف، وعملوا في الخرطوم برامج سموها ساحات الفداء وجيشوا الجيوش، وكانوا بيفتكروا لأنهم هم بينصروا الله حيمشوا يفتحوا الجنوب ويجيبوا السبايا وكل الحاجات زي دي. ربنا ما مكنوا من الموضوع ده لأنه موضوع كله كذب في كذب، وانتهى قائد جيوش الكفر اللي هو سيلفا كير نائب رئيس الجمهورية الإسلامية. يعني أنت إذا قلت حرب إسلامية بمعنى الشريعة الإسلامية مفروض أنت الكافر تقاتله يقتل أو يعطي الجزية عن يده صاغر. الحصل أنه قائد جيوش الكفر جاء بقى نائب رئيس الجمهورية الإسلامية يعطي التحية الصباح في مكتبه في القصر الجمهوري. فده كله كذب، والناس كانوا بيفتكر أنه الشعب السوداني يتعلم منه من وراء الشعوب في العالم، لكن واضح أنه لسه في تجارب تعمل. الشاهد في الموضوع أنه الأستاذ محمود كان بيفتكر أنه عشان الشعب السوداني يقدم نموذج يحل بمشاكله ومن وراءه العالم الإسلامي كله والعالم، أنه لابد من الرجوع لطريقة الطرق ولشيخ المشايخ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكتب كتاب اسمه محمد طه يدعو إلى طريق محمد، ووجهه للناس زي ما قلت عامة والمسلمين خاصة وأصحاب الطرق والمضطرين بصورة خاصة، أن الناس ترجع
لتغير نفسها، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت داير تغير غيرك غير نفسك. وده ما عرف في الفكرة الجمهورية بالجهاد الأكبر، وده عنده ما يدعمه في أصول القرآن، وممكن لقدام في الحلقة دي أو فيما يلي من حلقات نفصل في الموضوع ده.